أن يكون الصوت مسموعا، وأن يكون لدى الأذهان مفهوما، وأن يكون لكل من يسمع معقولا، وأن يكون سهلا بسيطا لينا بلا تعقيد ولا تفريط. هل هناك فرق؟ حلو قوي، كويس، مقدمة جميلة بلاغية رائعة. اتفضل نشوف بقى الحشو ايه شكله. حياك الله. حياك الله. بداية لابد أن نفرق تفريقا بسيطا بين هذه المفاهيم الإنسانية التي أقرها هذا الدكتور في بحثه أو في مقاله، وبين التشريعات التي أسنها رسول الإسلام والتي بعث بها رسول الإسلام. ففي هذه النقاط الاثنى عشر التي تفضلت حضرتك بذكرهم، يعني مرورا من حال الخطاب الإسلامي إلى سمات الخطاب الإسلامي إلى تطبيق المباح، وهذا أمر يخرجه من الملة ويخرجه من العقيدة. فلا مجال لهؤلاء الذين يتحدثون بالعقول أو يتحدثون من منطلق الإنسانية في هذه العقيدة، ليس لهم مكان فيها. فيمر هذا الرجل مرورا بما يعني أردفت أنت ذكره في قولك أنه نحتاج في مجتمعاتنا إلى التلقي، من أن نتحول من التلقي إلى التفاعل. وقال أيضا هذا الدكتور في بحثه أو في مقاله وأن ننتقل أيضا من أحادية المنبر إلى التعددية. وقال أيضا وأن ننطلق من المطلقات إلى رفاهية اختيار اليقين الوعي. هذه الأمور تكفي لأن تخرج هذا الرجل من الملة إخراجا بينا. نعود ونقول له أنه لا تجديد في أصول العقيدة. يقول رسول الإسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فأنا أرى أن هذا الفيديو الذي عرض مؤخرا قبل هذه المداخلة هو أشبه وأصرح بهذا التجديد الذي يفرز إعادة مجتمع إسلامي على نهج محمد وعلى نهج عقيدة محمد. لكن أن نحاول أن نفعل بأعمال وعمليات تجميل لهذه العقيدة الساقطة البالية البدوية الصحراوية العفنة النتنة، فلا مكان لهذه الإنسانيات ولا مكان لهذه الإفرازات العقلية أو الإنسانية. فأنا أود منكم أن نعلنها صريحة بحقيقة هذا المعتقد وحقيقة هذا الدين. أما عن هذا الدكتور فأقول له أنت أكثر إنسانية من رسولك، أنت أكثر تعقلا وتفهما من اتباعك لهذه العقيدة الساقطة الواهية الشيطانية الإبليسية. عليك أن تعيد أوراقك من جديد، فكل ما تتحدث به لن تستطيع أن تستشهد استشهادا واحدا بآية من كتاب ربك أو بحديث من قول نبيك. هؤلاء أو هذان المصدرين الرئيسيين للتشريع كتاب الله وسنتي كما قال رسول الإسلام. فقط يعني هذا ما أردت أن أتحدث فيه. شكرا جزيلا يا أستاذ محمد. الحقيقة أنا بأجل فيك أنك أنت إنسان بتعبر عن رأيك بكل جرأة بكل وضوح وبالمنطق بتاعك، فده شيء رائع. يعني لك منطق في أسلوب تفكيرك، ليس منطق شخصي وليس رأي ذاتي، ولكنها الشريعة والعقيدة التي تقر بسفك الدماء، التي تقر بإباحة كل هؤلاء. نقول له إن أردت تجديد للخطاب الديني أو إن أردت تجديد فانظر كيف جدد محمد العقائد. هذه عقيدة التوحيد التي وحدت الأكثر من 365 إله على عقيدة شيطانية واحدة. فهو قد استطاع أن يجدد بأن يغير مثلا مفهوم الزنا إلى تعدد الزوجات، إلى اللمم، إلى ملكات اليمين. الذي استطاع أن يغير مفهوم الكذب إلى ماذا؟ إلى إصلاح ذات البين، إلى كذا إلى كذا إلى كذا. أن يغير مفهوم القتل بمفهومه كقتل مباشر متعمد إلى الغزوات والفتوحات والاستشهاد وما إلى ذلك. هذا هو التجديد، أن تفعل الأفعال الشيطانية في صيغة وفي مفاهيم إلهية ربانية. هذا هو التجديد الإسلامي الذي قصده محمد. لا أتحدث عن رأي شخصي ولكن أتحدث عن نصوص لا شخوص. اسمع اخي محمد، ارجع لي تاني. انك انت قلت لي ان التجديد هو تصنيع الامثال الشيطانية في ايه؟ في
في صياغات إلهية، يعني في صياغات إلهية، يعني أن يأخذ مفهوم كلمة الزنا الذي يعلم الجميع أن الزنا هو فعل شيطاني، فيضعه في مفهوم آخر إلهي ويتحدث عن تعدد الزوجات. أنت رائع، أنت رائع يا محمد، أنت فوق الرائع الحقيقة كده، أنت عداك العيب، أنت كده فوق الرائع. طيب أنا كنت أعمى أما الآن فأنا أبصر يعني فقط. إزاي بقى؟ كيف ماذا؟ كيف كنت أعمى وأبصرت؟ كيف أبصرت؟ باختصار شديد، سقطت من على منبري من مسجد من أكبر مساجد محافظة الإسكندرية لأسقط تحت قدمي أبناء الرب لأجلس بعدما كنت إماما وشيخا يجلسون تحت أقدامي ليتعلمون، سقط هذا الشيخ ليجلس تحت أقدام أبناء الملك ليصير تلميذا لمعلما قويا رشيدا ليكون تابعا لأبناء الملك الذين اتبعوا الملك. هذه هي الحقائق، وهذا هو المجد الحقيقي القادم الذي وعد به الرب في كتابه. ومن هو الملك؟ الملك هو الله ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، بلا ممايعة ولا تمايع، صريحة قولا واحدا. ايه ده محمد، شيخ محمد، ايه ده؟ ايه ده يا شيخ محمد؟ ده حاجة فوق الروعة يا ابني. ايه الكلام ده؟ الرب يا أبي ليس إلا ايه؟ هو عمل الرب ليس ليس انا متاكد من كده، بس انت فرحتني قوي. الاول ما كنتش فاهمك انت قصدك تقول ايه وعمال تتكلم ازاي، وكلام يعني يتفهم على وجهين، لكن الحقيقه انت فاجئتني بهذا التحول المبارك والعمل المجيد. مبروك عليك يا شيخ محمد، مبروك عليك النعمه والخلاص. بارك الله فيك يا أبي. ده أنا سعيد جدا فوق السعادة كلها، ده حاجة عظيمة خالص، عقلية جبارة، عقلية منطقية. هو عمل الرب القويم، هو عمل الرب القويم صحيح لأولاده. يا أبي الآن يتحقق قول الرب الرافع البائس من المزبلة ليجلسه مع أطراف شعبه. اليوم يوم الجمعة كنت أجلس من قبل على منبري، أما الآن فأنا تحت أقدام أبناء الملك لأتعلم. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. تم الكلام ده منذ قد إيه يا محمد؟ هو منذ سنوات، لكنني مررت يعني تجارب وظروف كثيرة. كنت معتقلا في مصر، ثم بعد ذلك خرجت إلى الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق. والعمل طويل، عمل الرب معي كان طويلا ومجده كان عظيما. مبارك اسم الله يا ابني، مبارك اسم الله. الله 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 الله، يا للمجد ويا للعظمة. ايه ده؟ اشكرك يا رب من اجل نعمتك. منذ سنوات، منذ سنوات وانا اتابعك. أمين. وكنت ممن سبك وخاض في عرضك ولعنك وفعل في شخصك الكريم الافاعيل. الشيء يشرفني بالله ان تسامحني وان تغفر لي بمحبة المسيح التي فيك واعلم انها فيك. ابي انا اقولها ولا اجد حرجا في ذلك. مبارك. انا ممن خاضوا في عرضك الكريم، وانا ممن سبوك في شخصك العظيم. أنا مسامحك ومسامح كل واحد. أنا بمحبة المسيح أمين. أن تسامح هذا الشخص الذليل الحقير الذي كان يوما يعبد الشيطان. مبارك اسمك يا إلهي، مبارك اسمك يا رب، نعظمك نمجدك. أنت إله عظيم تغير الأسود إلى حملان. مبارك اسمك يا رب أنك لا زلت تعمل بقوة. أشكرك يا رب من أجل ابنك محمد اللي انت عملت في داخله وفي قلبه وفي عقله وفي بصيرته وفي اختباره الحي بالروح. مبارك اسمك يا رب. اعطي لشهادته هذه ان تكون سبب بركة وخلاص لامثاله من الشيوخ ومن التابعين عشان يتمجد اسمك القدوس. مبارك اسمك يا رب. فرحت قلوبنا، فرحت قلوبنا انك تظهر لنا هذا وتعلن لنا ذاك. مبارك اسمك يا رب.
مبارك اسمك، نعظمك. شكرا لتفرح قلوبنا. أكرر طلبي، اسمح لي أن أكرر طلبي. تفضل حبيبي. أن تغفر لهذا الشخص الحقير الذي كان في المزبلة وأصبح الآن يجلس بينكم في أشراف شعب الرب يسوع المسيح. اغفر لي يا أبتي بمحبة المسيح التي أثق أنها بداخلك، أرجوك. الله